السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله نبدأ بالصلاة على النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، زي ما انتم شايفين يا حبايبي هنعمله مع بعض النهاردة إن شاء الله كفتة رز، بس هنعملها طبعا بصدور فراخ، مش هنعملوها بلحمة جزار يعني. بس أنا أول مرة نعملها بالفراخ، صراحة طعمها تحفة وجميلة ما شاء الله ما شاء الله. زي ما انتم شايفين متماسكة وجميلة ما شاء الله، ما فكتش مني خالص. أنا بقى نقول لكم على الطريقة. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. معايا طبعا هنا صدرين فرخة مقطعة مكعبات كده، بس الصراحة انا ما كنتش شلت جلد الفراخ، بس رجعت شيلته تاني عشان لقيته معاكس معايا في الكب. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا هنا نزلت طبعا بكزبرة وتوم وبصل، هنفرمهم بس الاول كده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. حبيبي يا رسول الله، نضربه بس ضربتين كده نعمه بس البصلة طبعا والخضرة، وبعد كده هننزله بالفراخ. بس طبعا انا غلطة ان انا نزلت بالفراخ كلها بكمية الفراخ مرة واحدة، وكمان غلطة ان انا ما كنتش شايلة الجلد بتاع الفراخ. كنت بنقول هينضرب عادي في الكب، ما كنتش نعرف ان هو يعني هيوقف الكب. طبعا انا ضربتهم ماشي ونعمتهم ما شاء الله زي الفل زي ما انتوا شايفين. ضربتهم على مرتين، وطبعا حطيت البهارات، بس مش عارفه فيديو اللقطه بتاعت البهارات دي راحت فين صراحه. بس يعني حطيت فلفل اسمر وكمون وتوم باودر وبصل باودر وبابريكا وشطه مطحونه وملح. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. هنا طبعا نزلت طبعا بالرز. انا كنت غاسله رز ومنشفاه وضرباه في المطحنه كده. نزلت بالرز عليه، جبت نص كيلو رز وعجنتها طبعا بايدي كويس. كنت هرجعها في الكبه تاني بس لقيت الكبه سخنت صراحه. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاه والسلام. زودتها شويه بهارات وشطه مطحونه زي ما انتوا شايفين ما شاء الله زي الفل، متماسكة وجميلة ما شاء الله. أنا أول مرة نعمل كفتة الفراخ، يعني كفتة رز نعملها فراخ، صراحة جميلة ما شاء الله. زي ما انتوا شايفين أنا قطعتهم على 3 صواني. معايا طبق بس بنتين ايدي زيت ونقطعها التقطيعة اللي تعجبك بقى قطعيها. حبيبي يا رسول الله عليك وافضل الصلاة والسلام. طبعا بنعمل كمية كلها على بعضها عشان خاطر احنا بنكون عندنا ناس كتير يعني تبع شغل جوزي وكده. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. صبعها بقى حسب ما تحبي بقى. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي عملتها معاكم خطوة بخطوة، بس انا مسرعة الفيديو شوية علشان خاطر الفيديو كان طويل صراحة، عشان ما تزهقوش مني. زي ما قلت لكم ضفت قرن شطة وكزبرة وبصلتين وتوم، فرمتهم مع بعض وصدور فراخ عليهم، وطبعا نص كيلو رز ضربته في المطحنة وعملوا معايا الكمية اللي انتوا شايفينها دي طبعا كان صدرين فراخ. هنا طبعا حطيت الزيت يقدح على النار، وهنعمل على البوتاجاز بقى كذا حاجة مع بعضها كده. زي ما انتوا شايفين يا حبايبي طبعا لازم الزيت يقدح الاول. هنا طبعا ولعت، هنعمل رز ابيض ورز بشعرية، وطبعا هنقلل
نعمل بس الصلصة بتاعت الكفتة جنبي. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. كل الأمهات بقى يعني ما بتعمليش شغلة واحدة في المطبخ، كذا شغلة مع بعضها صراحة. طبعا ضفت الزيت هنا وهنا. هنسيب الزيت يقدح في الحلة الألمونيوم، وهننزل بعبار المية بتاع الرز. وطبعا الحلة التيفال دي هنحط فيها طبعا الشعرية. كمية الشعرية اللي حابة تحطيها يعني حطيها حسب الرز اللي هتعمليه. زي ما انتوا شايفين انا بنقلب بس الشعرية جنبي مني، والكفتة جنبي، والزيت بتاع الرز الابيض يعني حاطه يقدح على النار كده. شايفين الكفتة ما شاء الله زي الفل. انا ضفت المية بتاعت الرز على فكرة حسب كمية الرز اللي هتعملها، الرز الابيض. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. مش عارفة صراحة انا نسيت عين البوتاجاز دي والعة جنب مني، كنت عاملاها عشان خاطر نعمل الصلصة وكده. زي ما انتوا شايفين نزلت بكمية الرز، ودي طبعا كمية الرز اللي هنعملها بشعرية وكده. عندي فريق بياكل رز بشعرية وفريق بياكل رز كده سادة، فمنحبش نزعلهم يعني الاتنين. حبيبي يا رسول الله عليك أفضل الصلاة والسلام. نقلب بس الرز كويس. هنضيف الملح. طبعا الملح ده بتضيفيه حسب كمية الرز اللي معاك. زي ما انتوا شايفين الكفتة طالعة جميلة ما شاء الله ما شاء الله زي الفل. حبيبي يا رسول الله. نزلت طبعا بالمية بتاعة الرز وكده اللي هو بشعرية. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. مش عارفة ليه المشاهدات ضعيفة عندي، عليني بنشاهد للكل والله، بس مش عارفة صراحة. بالله عليكم ادعموني شوية وقفوا جنبي شوية وكده. اخيرا حطيت حل على عيني اللي كانت والعة دي. سهيت عنها خالص والله على انها والعة قدام. طبعا مقطعة بصلة مفرومة. نضيف طبعا الكفتة كده في الزيت. بصراحة جميلة جميلة. انا اول مرة نعملها بالفراخ صراحة، بس والله تحفة ما شاء الله زي الفل. حبيبي يا رسول الله عليك افضل الصلاة والسلام. طبعا البصلة معايا خدت لون خفيف كده، ونزلت بالطماطم وحطيت طبعا بهارات وحطيت فلفل اسود عليها وملح. هنسيبها تتسبك قبل ما نخلص كمية الكفتة وكده. جربوها بس كده بصدور فراخ جميلة ما شاء الله زي ما انتوا شايفين يا حبايبي زي الفل. مفكتش مني وطعمها تحفة وروعة والله. ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. ربنا يحسن ما بين ايديا ويحسن ما بين ايديكم، اللهم امين يا رب العالمين. زي ما انتوا شايفين ما شاء الله زي الفل.